السلام عليكم محبي قناة العالم الغريب. انظروا من يريد يغني في افتتاحية ملعب الميناء. تيسير العراقية تقولهم أغني بافتتاحية ملعب الميناء الأولمبي بدون أي مقابل. خلينا نشوف الفيديو يا أخونا الأخير وطونا رأيكم. بلاش أغني عمي، حتى الكروة علي، بس خلوني أغني بالافتتاحية مال خليجي 25. هكذا عبرت الفنانة الاستعراضية تيسير العراقية الملقبة بعصفور بغداد. عبرت عن مشاعرها تجاه رغبتها في الغناء بافتتاح بطولة خليجي 25. قالت إنها أمنيتها الوحيدة التي تريد لها أن تتحقق هو الغناء أو هي الغناء في بطولة خليجي 25، بعد أن طالب سعدون السعدي أيضا بنفس المطالب بغناء أغنية صمون 10 بلف في افتتاح بطولة خليجي 25. وأخيرا خرجت العصفورة تيسير عن صمتها مستغلة اعتذار عدد من الفنانين الكبار والنجوم عن إقامة حفل الافتتاح في البصرة، وغردت قائلة: ليش تتوسلون بالمطربين حتى يغنون ويتقلبون عليكم وما يجون وإحنا موجودين؟ فلنتابع ماذا قالت تيسير. يعني بس أريد أعرف شغلة واحدة راح تخبرني، يعني تتوسلون بالمطربين برا أنا مو يجون وتدفعوا لهم آلاف الدولارات وما أدري شنو ويتقلبون عليكم وما يقبلون يجون وتجيبون غيرهم وتجيب طيارة وفيزا وشدات، وهذا 10 شدات و5 شدات، وإحنا المطربين اللي هنا جاي نتوسل بيكم من هالقد ما نحب بلدنا، يعني إحنا ما نطلع وما نفيك وما شو اسمه نبيع فيكات براس العالم. أني قلت مستعدة أتبرع أغني أغنية تجنن ومحترمة تليق ببلدي وتليق بالأندية الجاية وبالفرق الجاية والبلدان الجاية بأبها صورة وببلاش. أما حتى الكروة علي، أنا أجي الكروة على حسابي، كل شي ما أريد، بس هاي أمنية حياتي أغني لبلدي. لحد عصفورة بغداد وساعد الفقراء واحب بلدي ولابس لبست الدريس مال الكابتن يونس محمود ومزلغه روحي واركض بيه بالشوارع وموت نفسي تالي متالي. تتوسلون بالفنانين انا مو يجون، لو تجيبون والله ذاك احب بلدي ولابس لبست الدريس مال الكابتن يونس محمود ومزلغه روحي واركض بيه بالشوارع وموت نفسي تالي متالي. تتوسلون بالفنانين انا مو يجون، لو تجيبون والله ذاك